المغاربه اهلا وسهلا. هذه الحلقه هذه غادي نناقشوا فيها القضيه ديال الخبره على الهواتف وبعض المستجدات اللي هي غادي نناقشوها معكم في اخر الفيديو، بخصوص لان ما توصلنا به وبعض الاخوان كيسولوا على هذه القضيه هذه بالاخص ديال الخبره على مجموعه ديال التسجيلات، واش خرجت واش مازال. هادشي كامل غادي نناقشوه لان قريبا سوف يتم حسم في هذا الملف. اخواني اخواتي ثقوا بيا لان الامور بدات كتوضح وضوح الشمس. اللي غادي نتكلموا عليه كما قلت لكم الاخوان، اول خبر الاخت ابتسام ولا الاخت زينب خيار اللي هما اكيد كيأكدوا مجموعه هذه المعلومات في قضيه السي نور الدين. منهم المعلومات الاخوان اللي تعطى يعني عن طريقه مفوض قضائي، لان بزاف الناس كيسولوا على هذا بخصوص لان هاد التسجيلات هاد غادي ندوز معكم التفاصيل، لان الاخوان خليكم مع الحلقه من الاول حتى الاخير غير باش تفهموا شنو كيروج في قضيه السي نور الدين او شنو هو المستجدات، باش تعرفوا لان ما يروج دابا لحد الان راه خطير اخوتي المغاربه. كنعرفوا بان مجموعه ديال الاخبار والتسجيلات كتروج بان اكيد هذيك التسجيلات هما من يورطوا بعض الاشخاص ومن يورطوا بعض الاشخاص اللي عندهم يد في هذه الجريمه. من طبيعه الحال اليوم حاولنا نبحثوا ونشوفوا بان واش كاين خروج ديال داك الخبره على داك التسجيلات ام لا. اول حاجه اللي خصكم تعرفوها اخوتي، لان الاخت زينب خيار كتاكدها في واحد التصريح ديالها، كتقول بانها سولات على هذه الخبره هذه باش يعرفوا الاخوان، لان دابا هذا الملف كامل ربما الخبره على الهواتف هي اللي غادي تحسم في هذه القضيه هذه باش نكونوا واقعيين. لان دابا لحد الان الخبره على الهواتف تموقع بزاف د الحوايج اللي غادي يقدروا يوصلوا لهاد الاشخاص. في اطار كيبان لنا اخوتي المغاربه لحد الان، والاخت زينب خيار كتاكد بعض المعلومات، كتقول لحد الان مازال ما خرجاتش شي حاجه سميتها الخبره على الهواتف. راه سولات وحاولت تسول من اجل لان اخوتي المغاربه باش هذا الملف هذا او باش هذه القضيه هذه تخرج للراي العام شنو واقع، او الراي العام توصلوا شنو كيروج. من طبيعه الحال اخواني اخواتي غادي تبين بانه بالفعل لحد الان كتاكد الاخت زينب خيار ما كايناش ومازال ما خرجاش الخبره على الهواتف. اذا مازال الخبره على الهواتف، التسجيلات، مجموعه ديال النقاط اللي هما مازالين لحد الان خاص بالفعل القضاء المغربي هو اللي كيحسم فيهم. حنا في اطار كتنوير الراي العام. فزائد الاخت ابتسام اللي هي ربما زادت تسجيلات على تسجيلات. كتعرفوا بان التسجيلات اللي كنقدم ليها داك الشخص اللي دابا لحد الان ما عرفناش صحه داك التسجيلات، باش نكونوا صراحه انا كندير معكم هذا المقطع فيديو ولكن ما عرفش الصحه ديال داك التسجيلات واش حقيقيين ام لا. انا غير كنقول لان الا كانوا حقيقيين راهم غادي يظهروا، ما كانوش حقيقيين راه باين بان كان شي فخ الاخت ابتسام. وحنا دائما كنا كننصحوها الاخوان تقولوا لها بان اكيد ما خصكيش تخرجي مع بعض الاشخاص غير من ولا قبطوا طلعي معاه قضيه تكر قضيه راي العام. ملي تبغي تخرجي او شي حاجه تكون شي حاجه جديده، مثلا داك التسجيلات خاصها توضح عليهم. لحد الان كنسمعوا بان زادت ابتسام باش هادشي اللي كيروج دابا بان زادت تسجيلات على تسجيلات اللي هما تزودت بهم او اللي تعطاوه لها من طرف بعض الاشخاص. المهم هادشي على حسب ما يروج دابا. اذا التسجيلات كاملين اللي لحد الان باش نحسموا في هذه القضيه ديال التسجيلات مازال ما ظهرت شي حاجه عليهم. اذا غادي نتسناو غادي نشوفوا لان شنو غادي يقدر يوقع بخصوص هاد التسجيلات اخوتي المغاربه والمستجدات ديالهم. هاد التسجيلات كما قلت لكم هما اللي غياكدوا لنا بان اشنو غادي يقدر يوقع بخصوص هاد التسجيلات، واش بالفعل كاينه جريمه قتل مثلا او لا. حنا عارفين بان القانون المغربي مصنفها كجريمه قتل 2021، هادشي معروف للجميع كيعرف بان اخوتي المغاربه هادشي كاين. ولكن في اطار ما يروج دابا لحد الان كاين واحد الطرف اللي تيقول لك بان هادشي ما كاين منه والو. حنا كنتسناو دابا داخل الامر، رغم لان حنا كنعرفوا كنثقوا في القضاء لان القضاء المغربي وزينب خيار ما غتخرجش وتاكد بان القضاء المغربي راه حسم او هو اللي اكد بان هذه القضيه راه فيها جريمه وليس حادثه سير. اذا حنا غنثقوا بواحد الانسان اللي هي محاميه وزائد اللي هو كنتسناو للقضاء المغربي، فهو اللي غادي يعطينا
شكون وراء هذا الفعل ومن وراء هذا الفعل. فزائد لان خوتي المغاربه راه الشهود مازالين غير كينضموا لهذا الملف، مازالين الشهود كما قلت لكم، مازالين شاهد مورا شاهد كينضم لهذا الملف هذا من اجل الحسم كما قلت لكم الاخوان في هذا الملف عن طريق الشهود. رغم لان بزاف الناس ملي كيسمعوا 20 شاهد وهذا تيقولوا بان اكيد واش مازال. اكيد اخوتي المغاربه هذه الامور هذه مازال سوف تعرف تحقيقات، والنهار اللي غادي يكون شي خبر اللي هو اكيد النهار اللي غيتم الحسم في هذا الملف ثقوا بيا لان غيكونوا اعتقالات بالجمله. اذا اخواني اخواتي الاعزاء، اخر مستجدات كتقول بانهم بعض الاشخاص اللي كان لانهم ما كانوش صراحه ما كانوش ظاهرين الاخت زينب خيار، ولكن من بعد ما توصلت ابتسام، لان ابتسام ضروري غادي كتعلم الاخت زينب خيار باي حاجه كتوصل بها. كنسمعوا بان ما يروج بعض الاسماء اللي هما تيقول لك رؤوس كبار، وهذا حنا ما كنعرفوش لان الرؤوس كبار هما اللي كيحميو الدوله، والحمد لله هذا الشيء معروف ياكم. اذا تيقولوا بان الاخت ابتسام هادشي ما يروج، كيقولوا بان هذوك التسجيلات ربما فيهمش بعض الاسماء فلان ولا فلان. المهم هادشي واش غيكون ام لا، لان زادوا ضافوهم في الملف من اجل الوصول الى الحقيقه. فاحنا ديما في اطار كتنوير الراي العام لهذه القضيه، ولكن ما كنقولوش شي واحد عنده يد للحد الان في هذا الملف، واش صغير واش كبير واش مراه واش راجل، لان ما عندناش ما يثبت على هذه القضيه الاخوه والاخوات باش نكونوا صراحه. لان لحد الان مازال القضاء المغربي لو كان جرام الشك في شي واحد بسيط غادي ما يباتش في دارهم، غيتم الاعتقال ديالو، لان جريمه اللي روعات المغرب. راه ماشي نقولوا بان راه من رمضان لحد الان ومازال الراي العام تعاطف مع السي نور الدين العطر تبان الحقيقه. اذا حنا كاملين من اجل الحقيقه السي نور الدين العطر وما بغينا حتى شي واحد يتظلم الاخوان في هذه القضيه هذه بالاخص ديال السي نور الدين، ما بغينا حتى شي واحد يتظلم، وكنتمناو اي واحد ما عندوش يد ما يتظلمش، واللي عنده يد اكيد راه خاصو اقصى العقوبه. اذا اخواني اخواتي هذا هو المستجدات اللي كنحاولوا ننشرها معكم وكما هي اخواني اخواتي، ما كنزيدوا ما كنقصوا، والله يدير لي فيها الخير، والله يبين الحق ديال السي نور الدين العطور في هذه العواشر هذه، يبين ربي سبحانه وتعالى الحق ديالو. اذا باش ما نزيدش نطول، تحياتي لكم، حفظكم الله ورعاكم جميعا. ما تنساوش دائما ترحموا على السي نور الدين العطور في اطار لان اخوتي المغاربه يدير الرحمه والمغفره في هذه العواشر هذه، والله يشافي له ذاك الام ديالو، لان كنسمعوا بان الام ديال السي نور الدين العطور فهي مريضه، والله يشافيها مسكينه، والله يشافي الجميع. اذا اخواني اخواتي باش ما نزيدش نطول عليكم اكثر في هذه الحلقه، الله يرحم السي نور الدين العطور المره الثانيه، وهذا الشيء اللي كاين اخر مستجدات هي هذه اللي كاينه في هذا الملف هذا، والله يبين الحق. هذا الشيء اللي كاين اخوتي، تحياتي لكم، حفظكم الله ورعاكم، مع السلامه، الى اللقاء.